يعني هو انا ينفع الاقي رامن بتاعه جن وما اجيبهاش وما اجربهاش؟ يلا بينا تعالوا نجربها مع بعض. كنت بتمشى في السوبر ماركت ولقيت صراحه جن، يعني جن هو اللي لفتني. كنت بتمشى كده وبعدين ازك جن فجبت الرامن. انا هنا في الامارات باي ذا واي، فهي حلال لان هي موجوده في كوريا، وكنت عايزه اجربها بس بعدين لما قريت الانجريدينتس طلع ان هي مش حلال. بس هنا هم انتوا عارفين الرامن اللي بيصدروها او بيجيبوها يعني الدول العربيه بتكون حلال. فقلت بقى فرصه صراحه الواحد يجربها، بس قلت ايه لازم اجربها معاكم. كان في نوعين، في واحده لونها احمر بس دي اللي هي سبايسي قوي، وانا صراحه ما بطيقش سبايسي فقلت اجيب العاديه دي مكتوب مايلد. مش عارفه صراحه، هنكتشف. المفروض ان احنا هنحط الميه على طول هنا، مش عايزه اقطعها كلها. هما كاتبين على علبة ان احنا نحط الباودر ونحط المية ونسيبها 4 دقايق، نقفلها كده ونستناها تستوي. بس صراحة انا بحس ان ده بيقلل من الفليفر بتاع الرامن، فانا هحط الاول مية وهسيب الرامن او الاندومي يعني تستوي في المية لوحدها. اوكي حطيت المية كده وهقفل بقى عليها. قللت المية شوية لان انا ما بحبش الرامن بتاعتي تكون فيها مية كتير قوي، بحس ان ده بيقلل من طعم الرامن. اوكي يلا نشوف هل الرامن الجن هو الواجهة الإعلامية بتاعها حلوة ولا مش قد كده. تعالوا نكتشف مع بعض. لا اكشلي بس هي ريحتها حلوه، يعني حاساها مش هتطلع حراقه قوي، انا بس عايزه اقلبها كويس جدا. عندي بس كومنت واحد ان انا بعشق الرامن الكوري لان معرفش ليه النودلز بتاعتهم بتبقى تخينه شويه كده، بفضل التكستشر دي يعني بحبها قوي كده، بتبقى مش عارفه اشرحها لكم. اي حد مجرب الرامن الكوري هيبقى فاهم قصدي. يلا بينا تعالوا نجربها مع بعض. بسم الله. دي مش حراقه خالص يا جماعه. واو استنوا شكلي حبيت. والله حبيت. جن يعني فيها سبايس بس في الاخر خالص مش سبايسي خالص يعني، مقارنة بالرامن الكوري اللي انا جربتهم قبل كده دي ولا حاجة. 8 من 10. لا بجد يعني compared للرامن الكوري اللي انا جربتهم قبل كده اعتقد دي my favorite actually يعني لحد دلوقتي. لو انتوا جربتوها اكتبوا لي تقييمكم برضو في الكومنتات.